السلام عليكم أخواتي، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير عليكم، إن شاء الله تكونوا لاباس عليكم، صحة فطوركم وصحة رمضانكم، كي راكم دايرين؟ إن شاء الله تكونوا بخير عليكم. كيما راكم تشوفوا جبت لكم هذه المملحة ولا البيتزا ولا راها دايرة حالة في مواقع التواصل الاجتماعي. جبتها لكم أسهل طريقة وبحشو اختياري، حشو ساهل ماهل. هنا برك تبعي معايا الفيديو باش تشوفي الطريقة تاع هذه البيتزا. هنايا درت انايا كاس كبير نتاع حليب دافي، وغادي ندير مغرف كبيرة تاع خميرة تاع العجين، وغادي ندير مغرف كبيرة نتاع سكر، وغادي ندير نص مغرف نتاع ملح. كيما كتشوفوا الملح يعني على حساب الذوق. هنا غادي ندير 3 مغارف نتاع زيت. كيما كتشوفوا غادي نخلط هذه المكونات هكا مليح برك قد ما تذوب لي هذيك الخميره وداك السكر. كيما هكا غادي نخلطهم وغادي نزيد مغرف خل. هنا الخل اللي عندهم حساسية من الخل ما ديريش الخل اختياري، يعني الخل هو غير برك باش يزيد في التحسن تاع العجينة، هو برك كمحسن. يعني اللي عندهم الحساسية ما ديروش الخل، يعني نفس النتيجة، ديري الخل ولا ما ديريش نفس النتيجة. صايي. وهنا غادي نلم العجينة تاعي برك بالفرينة وما نيبسهاش العجينة، نخليها هكا شوية طرية كيما كتشوفوا. هكا ما غادي لا نعجنها لا والو، برك نلمها بالفرينة هذا مكان. هاكا قلت لكم برك نلمها برك، وانتي تشوفي في فيديو الاخت بارطاجي لي الفيديو مع الحباب والعائله والاصدقاء. هاكا وانتي اللي راكي تشوفي فيا اول مره ديري لي اشتراك وفعلي الجرس هاكا باش يوصلك كل جديد ويوصلوك كاع فيديوهاتي. هاكا كيما كتشوفوا لميتها برك العجينه، مانيش نعجن فيها وما نيبسهاش، خليها هاكا طريه، خليها تتلاصق هاكا ونغلق عليها ونخليها حتى تخمر. وهنا العجينه كتشوفوا هنايا خمرت، وغادي نشكلها وغادي ندير الحشو اختياري، الحشو كيما تبغوا نتوما. صاي. انا الحشو هنا عندي نوع، هذوك تشوفوا درت زوج حشوات. كيما هاك تشوفوا هنا عندي دجاج مقطع، وعندي بصله، وعندي زيتون، وعندي 3 حبات فرماج، وعندي شويه كاشير، وعندي فرماج هذاك تاع البيدو، وعندي لاصوص واجده هكا. وغادي نشكل العجينه تاعي كيما كتشوفوا هنايا. بعد ما شكلتها كيما كتشوفوا هنايا، هذو البيتزا اللي شفتوها في اول فيديو الصوره، يعني هي من مملحه، تقولي مملحه ولا بيتزا ولا المهم، هذه دايره حاله في مواقع التواصل الاجتماعي. كيما هكا درت لها الحوش، درت لها شويه فرماج، ودرت لها بطاطا مقليه كيما كتشوفوا، وهذيك بصلة مقلية مع الحار. وهذه لاصوص واجدة تجي حارة كيما هكا، درت لها شوية لاصوص حمراء تنباع كيما هكا، ودرت لها شوية مايونيز. دوك تشوفوا المايونيز كيما هكا. قلت لكم الحشو اختياري، انا درت زوج حشوات، زوج تاع الحشو. درت هذه الحشو، والحشو الاخر درته في بيتزا اخرى. صايي. والحشو قلت لك يبقى عندك الحشو عمري كيما حبيتي، عمري كيما بغيتي هكا. وبعد ما درت لها هكا المايونيز، يعني هكا راكم تشوفوا كميه قليله بصح جات معمره، جات غايه، جات ما شاء الله، وجات روعه هذه العجينه، جات روعه، جات روعه. ونقول لكم برك جربوها وما كاش اسهل من هذه العجينه. هكا ودرت لها شويه فرماج رابي كيما كتشوفوا، كيما هكا. وغلقت العجينه. صايي. درتها على شكل مستطيل، وغلقت العجينه من الأطراف كيما تغلقوا السوفلي هكا، وقطعتها هكا مثلثات. وهنايا من الفوق غادي ندير لها شوية نتاع صفار بيض، وزدتها شوية حليب، صفار بيض مخلط مع الحليب هكا، ودهنت به الوجه نتاع هذه البيتزا كيما كتشوفوا. يعني هذه تجي كيما هكا مثلثات هكا، برك شويه الواحد يغير شويه، راه رمضان وكاع، كل يوم ننوعوا لهم، كل يوم نديروا لهم حاجه جديده هكا باش ما يكرهوش. هكا وانا درت هكا زوج مستطيلات كيما هكا. والفوق فوق الوجه تاع العجينه انا درت سانوش، كان عندي سانوش. انت ديري لا عندك جوج ديري جوج، عندك سانوش ديري سانوش، عندك حب رشاد ديري حب رشاد. يعني راهم يديروا فوق هذو المملحات، راهم يديروا حب رشاد، وراهم يديروا ساندويتش، وراهم يديروا الساندويتش هكا. انا كان عندي واجد الساندويتش، درت لها هكا حبه زيتون في كل مثلث، درت هكا حبه زيتونه كيما راكم تشوفوا هاكا. وغادي ما نخليها لا تخمر لا والو، كيما هاكا الصورة كيما كتشوفوا. غادي نديرها نيشان في الفرن هاكا. وهنا درتها في ذا البابي كويسون، ما كانش عندي، كان عندي هذا كنت مطيبه فيه. علاش درتها في البابي كويسون؟ باش نرفدها تجيني ساهله في الرفود، باش نرفدها ونحطها في الصينيه. دوك تشوفوا معايا كيفاش. وهذا هو الشكل تاعها، تاع هذه البيتزا ولا المملحه، ولا سميوها كيما بغيتو. هذه هي اللي راه دايره حاله في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه هي قلت لكم درت لها في البابي كويسو هذا، ورفدتها وحطيتها في الصينيه باش تجيني ساهله. صايي. نتوما ديروا كيما هاك. هذه هي. وهنا بعد طيبتها ديريكت في الفرن في الكوشه، درتها ديريكت تطيب. وهنا العجينه تاعي بعد ما طابت، هنايا غادي نقصصها معكم بالخدمي باش تشوفوها كيفاش جات. هنا راها عاده حاميه، يعني من الفرن نيشان، راني قصصتها ووريتها لكم، راها عاده حاميه وسخونه. وجات قلت لكم جات ما شاء الله، جات روعه وكلاوها وعجبتهم، وصفه رائعه. انا كشفتها في مواقع التواصل الاجتماعي، قلت نجربها ونشاركها معكم. انا قلت لا جاتني مليحه، شاركها ما جاتنيش مليحه، والساعه جاتني مليحه، جاتني شابه، جاتني ما شاء الله. وهذه هي العجينه، راها عاده حاميه، هنا عاده سخونه. شوفوا الحش درت غير شويه وجات معمره، جات ما شاء الله. شوفوا مع هذاك الجبن اللي درته المبشور، يعني جات رائعه، جات ما شاء الله. وهذه هي العجينه، وانا حررتها العجينه، درتها بلاصوص الحاره. نتوما ديروا كيما حبيتي الحاش، وديري كيما بغيتي.
يعني الحشو ديري قلي بصلة وديري لها فلفل شوية طماطيس وبطاطا مقلية وديري شوية فرماج رابي، وهذا هو الحشو. يعني الحشو يبقى عندك، الحشو اللي عندك عمري به. هذه هي المهم، العجينة تكون ناجحة، العجينة كي تكون ناجحة هذيك هي. وأنا قلت لكم راها عادة حامية، شوفوا الدخان راه عادة حامية، شوفوا درت غير شوية حشو وجات معمرة، جات ما شاء الله، وجات روعة هذه العجينة، وجات روعة هذه المملحة ولا البيتزا ولا سميوها كما بغيتو. جات رائعة هذه البيتزا. نبدلوا لهم هكا شوية، نغيروا لهم في المينو تاع الماكلة. هذه هي. وإن شاء الله عجبكم الفيديو تاع اليوم. ما تنساوش أخواتي بارطاجوا لي الفيديو على مع الأحباب والأصدقاء، وما تنساوليش الجيم وتعليق شباب كيفكم. وهنايا كما كتشوفوا البيتزا هنا راني نحط فيها كما هكا. وهذا هو الشكل النهائي تاع البيتزا تاعنا تاع اليوم، اللي راه دايره حاله في مواقع التواصل الاجتماعي. وانا كي شفتها جربتها وجاتني روعه، جاتني ما شاء الله، جات شابه، جات خفيفه. شوفوا جات خفيفه، جات شابه، جات بنينه، جات ما شاء الله، جات روعه روعه. واحد شويه يبدل شويه، يغير شويه في الأكل رمضان وكاع، واحد شوية ينوّع كل خطرة ويدير لهم حاجة جديدة كيما هاكا. وإن شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم. نتمنى عجبكم الفيديو تاع اليوم. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، نقول لكم بقاو على خير، سلام.